السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده. لو انتوا اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك، من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. بصوا كده، عايزه اقول لكم النهارده الفيديو جامد جدا مختلف واول مره يحصل. عايزه اقول لكم الفيديو النهارده ده انا كنت مستنيه ان انا اصوره بقالي كتير. النهارده وصلني طرد اول هديه تجيلي من الكويت. انا في واحده متابعاني من الكويت وبتتواصل معايا على الواتساب، بتتواصل معايا الانستجرام، فانا كنت اتكلمت معاها وكنا اصحاب يعني وبقينا اصحاب وكده. انا اول مره تجيلي هديه من حد من متابعيني يعني وكده. فالنهارده الهديه بتاعتي جت لي النهارده، وصلتني. هي بلغتني اصلا وانا عارفه الهديه. بصوا شكلها اهو جميله جدا. انا عارفه تقريبا اللي جواها ايه، علشان احنا كنا بنتكلم مع بعض وراحت هي قالت لي خلاص انا هبعت لك الحاجه دي هديه مني ليكي من عندي، وان شاء الله هتوصلك في اقرب وقت. المهم ان شركه الشحن كلمتني وقالت لي ان وصلني طرد يعني وكده، وان شاء الله ان انا هستلمه يعني وكده النهارده. فانا قلت خلاص ان انا هفتح الهديه دي معاكم. عايزه اقول لكم انا عارفه الهديه طبعا ايه وكده، فان شاء الله كده الهديه برده تعجبكم. والهديه دي انا كنت محتاجه لها، فهي قالت لي خلاص انا هبعتها لكم وكده، ودي هديه مني ليكم وان شاء الله كده تعجبك. فانا قلت بقى هنصور الفيديو ده مع بعض وهنفتح الهديه مع بعض ونشوف فيها ايه، وان شاء الله هتعجبكم. وكمان الهديه دي هنصور عليها فيديوهات تانية كتير ويا رب تعجبكم. تعالوا كده بصوا، ده شكل الهديه في الاول. شكلها حلو جدا. مهند طبعا نايم جنبي بيتفرج على الموبايل، هو لسه جاي من الحضانه يعني، هو ربع ساعه كده وهينام. نصور بقى مع بعض ونشوف الهديه يعني فيها ايه، نفتحها مع بعض. بصوا هي مش كبيره قوي، بس طبعا انا عارفه ايه اللي جواها وكده. بس عايزه اقول لكم يعني هي حاجه حلوه، يعني هي حاجه فعلا تستاهل ان هي تبقى حلوه يعني، او مش شرط ان هي تبقى حاجه كبيره بقى وكده. بس عايزه اقول لكم الحاجه دي انا كنت محتاجاها، ويعني انا مبسوطه ان هي جات لي. عايزه اقول لكم انا اصلا محدش بيجيب لي هدايا على فكره، اول مره حد يجيب لي هديه على فكره. بس ما تقولوش لحد يعني، كلام بينا وبين بعض يعني عيب. بصوا انا ما رضيتش اقول طبعا اسمها، لان هي قالت لي ان انا ما اقولش اسمها يعني وكده. فطبعا انا بجد بشكرك جدا وشكرا جدا على الهديه من قبل ما اشوفها. انا عارفه ان هي حلوه، فبجد تسلم ذوقك ويسلم ايدك ان انتي افتكرتيني اصلا وجبتي حاجه. فانا مش هقول برضو علشان انتي قلتيلي ان انا ما اقولش، يعني اعذروني بقى. بصوا ده شكل الهديه من جوه، شكل الهديه من جوه. بصوا اول حاجه كده دي ازازه كحول عاديه جدا. اقول لكم برضو احنا الهديه ايه. وده مخدر موضعي، مش عارفه الكاميرا تظهر ولا لا. ده مخدر موضعي، ده مخدر موضعي، ودي ازازه كحول. بصوا باين حاجه؟ شفت حاجه؟ دكتور بن. دكتور بن ده جهاز الديرما بن، انا معرفش انتوا تعرفوه ولا لا. في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفوش. الجهاز ده بتاع البشره.
بيعمل لك نضاره، بيعمل لك تجديد خلايا البشره، بيحفز الكولاجين في البشره، بيعمل حاجات كتير يعني حلو جدا للبشره. فانا طبعا كنت عايزه اجيبه، فكان نفسي اجيبه يعني، بس هو غالي شويه. انا قلت ان انا ان شاء الله كده هبقى اجيبه. فهي عرفت بالصدفه، كنا بنتكلم في الموضوع، فراحت قالت لي خلاص انا هجيب لك الجهاز ده هديه. بصوا شكله تحفه. دكتور بيه. بصوا هو طبعا ما بيجيش لوحده. بصوا ده الشاحن بتاعه، ده الشاحن بتاعه. هو زي الموبايل يعني بيتشحن وبعد كده ايه بيشتغل، وبعد كده لما البطاريه بتفصل بتشحنيه تاني. بصوا دي سن الابره. بصوا ده سن الابره، ده بيتركب كده. بصوا انا لسه مش عارفه طبعا الاستخدام بتاعه كويس، او لسه مش عارفه طريقته قوي. انا مش عارفه طريقته يعني، او ان انا اشغله ازاي وكده. بس ايه هنشغله مع بعض يعني ونشوفه. بص هنا السنون. بصوا انا مش عارفه الكاميرا واضحه ولا لا، بس هنا في بالملي، يعني ان انا اظبط ده بالملي هنا، وهنا بيشتغل. هو كده اشتغل. وهنا بقى اظبط بالملي، انا عايزه الابر كام ملي. بصوا هو كده شغال، وبقى بيمشي على البشره بقى وكده، وتفضلي تعملي حركات دائريه او حركات بالطول ورايح وجاي. هنعمل جلسات مع بعض. عرفتوا بقى الكحول ده ليه؟ الكحول ده علشان هننضف هنعقم الابر بتاعت السنون دي. بصوا سامعين الصوت؟ هنعقم السنون دي قبل ما احنا نستخدمه. وده مخدر موضعي علشان احطه على البشره قبل ما استخدمه اصلا. تمام؟ يعني هنا احط المخدر ده رش. هحط الاول المخدر واستنى شويه، وبعد كده اعقم اصلا الجهاز اللي هو الابر دي، وبعد كده ايه اشتغل بيه. تمام؟ وفي كمان سيرم، انا عندي سيرم، في كمان سيرم. وانا بعد ما بشتغل كده جزء من الجلسه، بعد كده بحط بقى السيرم ده وبشرب بيه الجلسه، وبعد كده بكمل الجلسه على اساس ان ايه البشره تتشرب. تمام؟ هنا بقى نطفيه بقى. بيشتغل بدوسه طويله وبيفصل برضو بدوسه طويله. الجهاز حلو جدا ومبسوطه بيه جدا، وشكرا بجد ليكي. بجد مش عارفه اقولك ايه، تعبتك معايا، وبجد شكرا، هديه حلوه جدا. وان شاء الله هنصور فيديو مع بعض، هنعمل بيه جلسه، وهنصور فيديو مع بعض ونشوف الجلسه بتتعمل ازاي. وهقول لكم برضه اصور لكم ريفيو كامل عنه، واقول لكم استخداماته وطريقته وطريقه تشغيله والحاجات اللي بيعملها. وهوريكم السيرم اللي انا بحطه وبستخدمه، وهوريكم بشرتي قبل الجلسه وبشرتي بعد الجلسه، وان شاء الله يعجبكم. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.